فكرة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. لا يعقل. كيف أتيت بنا؟ كيف أتيت بنا؟ هذا بقدرة الله. كيف حضرتنا إلهنا؟ الله تعالى الذي أحضركم. كيف ترغمنا على إزالة القرابين التي عندنا؟ نرغبكم لأنكم في جسم الخاطف وعندكم طريق واحد تتبعوه. هل عندكم سؤال آخر؟ ما مرادك من هذا؟ نريدكم أن تصيروا مسلمين وأن تكفوا عن الفساد وأن تصيروا تجاهدوا في سبيل الله. لا أعرف أحدا أكثر فسادا منكم يا ابن آدم. طيب ماذا كنتم تفعلون؟ نحن جئنا من أجل الجثث. جئتم تأكلون الجثث. نعم. وأين كنتم قبل هذا؟ كنا في الشام، كنا نأكل الجثث ونقوم بتطهير الأرض من أمثالكم. تطهرون الأرض من المتدينين من المسلمين؟ نعم. وكيف تفعلون ذلك؟ إلهكم إلى قتل بعضكم بعض. طيب فهكذا كنتم تفعلون في سوريا؟ نعم. ولما جاءت العاصفة والموتى جئتم تستفيدوا من الموتى الذين في البحر. هناك أموات من الجن أيضا قتلوا في بحر. طيب تدخلون الإسلام؟ لا نريد. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. كيف؟ لقد سلط على ليبيا من الملائكة ومن الجن المسلم من قاموا بتطهير هذه الأرض مما يحدث فيها من فتن أشعلناها. الملائكة والجن المسلمين طهروا ليبيا من الفتن التي أشعلتموها. نعم. فهذا الإعصار جاء من عند السماء تطهيرا. خير إن شاء الله. أنتم أحرار، إما تدخلوا الإسلام أو تمشوا إلى جهنم كما تريد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. أخبر أسيادنا أن جهنم ليست للجن بل لكم فقط أنتم يا ابن آدم. كذبوا عليكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.